في سنة 1995 عثرت الشرطة الأمريكية على جثمان فتاة ملقاة في الشارع خلف أحد المتاجر. كانت ملفوفة جوه كيس، وبعد الفحص اتبين إن سبب الوفاة هو إطلاق الرصاص عليها، وما قدروش يعرفوا أبدا مين الجاني. كان اسمها إليزابيث وعمرها حوالي 16 سنة. الغريب إن بعدها بأسبوع عثروا على سيدة في الغابة اسمها مرشا، وكانت متوفية بنفس الطريقة. وهنا أدركوا إن في عامل مشترك ما بين الجريمتين، وده بيدل إن الجاني شخص واحد. طبعا هم عرفوا أساميهم بعدين لما طلع الحمض النووي، وقدروا من خلاله يحددوا هويتهم. لكن الفترة اللي احنا بنتكلم عنها كانوا مجهولين بالنسبة لهم. المهم قفلوا القضيتين علشان ما قدروش يحلوا اللغز بتاعهم. ساعتها كانوا رسموا صور ليهم ونشروها علشان أي شخص يتعرف عليهم يقدروا يحلوا القضايا. الغريب هنا إن محدش اتصل بالشرطة نهائي، فقاموا بفحص كل البلاغات على مستوى الدولة كلها علشان يعرفوا هل في بلاغ متقدم باختفاء السيدة مارشا أو إليزابيث ولا لأ. وساعتها خبير البصمات كان قدر يحدد أو يعثر على بصمة كف، لكن للأسف ما كانتش مفيدة علشان بصمات الأصابع ما كانتش موجودة. ولحد هنا اتقفلت القضية. وفي سنة 2011 مع تقدم العلم الجنائي قدر الطبيب الشرعي يحلل الحمض النووي بتاعهم، واتضح إن السيدة مارشا هي أم الفتاة إليزابيث. وساعتها جت اتصال للشرطة من واحد قريبهم قال أنا عندي شكوك حوالين الجاني. وقتها المحققين طلبوا مقابلته وعملوا له تحليل حمض نووي ليه هو كمان، علشان يتأكدوا من صدق كلامه وإن هو فعلا قريبهم. وبالفعل النتيجة كانت متطابقة. وساعتها قال لهم أكيد روبرت اللي هو الزوج والأب هو اللي عمل فيهم كده، وده عشان كان في خلافات ما بينهم وصلت للطلاق. وبعدها بحوالي 7 سنين كانوا رجعوا تاني لبعض، وبعد الصلح بحوالي 4 أسابيع كانت اتقطعت كل أخبارهم. وهنا المحققين سألوه ليه ما بلغتش كل السنين اللي فاتت دي؟ فقال لهم أنا ما كنتش أعرف أصلا إنهم اتوفوا، وده لأن روبرت اتصل بينا وقال إن هو هياخدهم ويهاجر أستراليا علشان جاله شغل أو عمل هناك. ولما كنا نتصل بيهم كل كام سنة كان يقول لنا إن هو بخير هو وأسرته. في الحقيقة روبرت كان شخص عصبي وسيء جدا في معاملته، لكن ما كانش حد يتخيل إن الموضوع هيوصل لكده. وساعتها تم البحث عنه وقبضوا عليه وكان عمره 71 سنة. ولما الشرطة سألته في التحقيقات عن سبب الجريمة ادعى ان هو راجل كبير وعنده زهايمر ومش فاكر اي حاجة عن المواضيع دي. نسيت اقولك ان هم خدوا بصمة كفه واتضح ان هي نفس البصمة اللي سجلوها في القضية زمان. المهم اتحول للمحاكمة والقاضي حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وبكده الفيديو انتهى. لو عجبك اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. ما تنساش ان رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات.